السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، إذا كنت تتابع هذا الفيديو في وقت صلاة أتمنى منك أنك تروح تصلي، لأنه ما راح يكون لي أي تدخل بدخولك الجنة. أعمالك طاعاتك بعد رحمة الله عز وجل بإذن الله هي اللي راح تكون سبب دخولك الجنة، مو بأنا. أنا حرفيا يوم القيامة، أنا لو شفتك قدامي يوم القيامة بقول هذا مين؟ هذا ما أعرفه، هذا ترك الصلاة عشاني، أنا ما راح أتحمل ذنبه، هو يتحمل ذنبه أو ذنب خطأه. تمام يا جماعة الخير؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا كنت تتابع هذا الفيديو وأنت ما أنت مشترك أتمنى منك أنك تشترك عشان إن شاء الله نوصل 100,000 قبل نهاية السنة. والحين أخليكم مع الفيديو. شوفوا يا جماعة الخير، أنا استعجلت في المقدمة عشان لا تقولون أنس أنت استعجل، عشان لا تقولون تطول في المقدمة. تمام يا جماعة الخير؟ الحين بقول لكم كيف جتني فكرة فيديو اليوم. طبعا الحين في موعد تصوير الفيديو الآن يوم الجمعة، وتقريبا قاعد أحاول أخلص الفيديو بسرعة عشان أقدر ألحق على صلاة الجمعة. تمام يا جماعة الخير؟ لكن الحين تقريبا الساعة 9، فأنا بروح مرة بدري. تمام يا جماعة الخير؟ لأني بروح مسجد بعيد، فلازم إني أسوي كذا وكذا وكذا، فقاعد أحاول أخلص الفيديو بسرعة. تمام يا جماعة الخير؟ أنا قاعد الحين أصور فيديو قبل الأذان الأول. تمام يا جماعة الخير؟ فالحين خليني أقول لكم كيف جتني فكرة فيديو اليوم. طبعا شوفوا زي ما قلت لكم موعد تصوير الفيديو الآن يوم الجمعة. أمس الخميس يا جماعة الخير بعد ما نزلت الفيديو اللي أنتم شفتموه اللي هو فيديو آيفون 17، يا جماعة الخير مخي كذا شوية ويوقف. خلاص قلت أبغى أنزل على الأحداث اللي صايرة في النيبال. قلت لا بعدين في أحداث صارت في أمريكا غريبة، أقسم بالله غريبة يا جماعة الخير. قلت لا ممكن ما أدري ممكن إيش كذا، بحاول أفهم الموضوع وكذا. فجأة طلع لي موضوع من العدم. تمام يا جماعة الخير؟ وأصلا كنت بتكلم عنه. طلع لي فيديو لقناة أخبارية قاعد يتكلمون عن القطط. اكيد يا جماعه الخير سمعتم عنه اللي هو في الاردن. تمام يا جماعه الخير؟ الموضوع مره مستفز ويرفع الضغط بشكل مو طبيعي. اللي سالني كيف يعني القطط يا جماعه الخير، بكل اختصار في شخص اردني. تمام يا جماعه الخير؟ احنا ما علينا من الجنسيه، لكن لازم نذكر وين موقعه. الموضوع يمس لنا لانه الاردن قريبه من عندنا. تمام يا جماعه الخير؟ لانه احنا نسمع في هذه القصص عند الغرب، عند الاوروبيين، عند مدري وش، وفجاه جت عندنا هذه القصص، فلازم اتكلم عن الموضوع واتكلم عن الدوله اللي هو فيها. طبعا هو ما يمثل الدوله اللي هي الاردن كلهم رجال، لكن هذا متطرف كلب حيوان. في شاب تقريبا يا جماعه الخير انا ما ادري كم كان عمره، لكن اتوقع والله اعلم بين ال 16 وال 18. تمام يا جماعه الخير؟ فهذا الشخص كان يصور فيديوهات في السوشيال ميديا، وهو حرفيا يا جماعه الخير يسوي اشياء مريضه مع القطط. لساني كيف يعني يا جماعه الخير؟ احنا كلنا نعرف في القصص حقت المتسلسلين يا جماعه الخير انه بدايتهم انه يكونون يسوون اشياء غريبه مع الحيوانات، اللي هي يعني ما بوضح يا جماعه الخير، لكن يسوي كذا في الحيوان، يعني يطلع روح الحيوان. تمام يا جماعه الخير؟ حاولوا تفهمون، انا ما اقدر اقول هذا الشيء لانه اليوتيوب حيشق الفيديو شق. تمام يا جماعه الخير؟ فيسوون اشياء غلط مع الحيوانات، اشياء محرمه تقريبا، مو تقريبا اكيد. تمام يا جماعه الخير؟ الحين الانسان لما يموت تطلع روحه، والحيوان لما يموت تطلع روحه، هم يكونون السبب في طلوع الروح، انه هم يطعنون. يا جماعة الخير ما قصدي انه هم يعني استغفر الله لهم تدخل في الاشياء هذه، لا انا قصدي انه هم يكونون احد الاسباب انه هذا الحيوان طلعت روحه. تمام يا جماعة الخير؟ الحين قاعد احاول اشفر مرة يا جماعة الخير عشان اليوتيوب بشق الفيديو شق. تمام يا جماعة الخير؟ فهذا الشخص تمام قتل. تمام يا جماعة الخير؟ قتل اوكي حوالي ما ادري اتذكر والله اعلم، هذا اللي اتذكره، حوالي تقريبا يا جماعة الخير فوق ال100 بسة. يا جماعة الخير الناس اللي في الأردن وكل شخص شاف الفيديوهات حقته من جميع دول العالم انجنوا يا جماعة الخير، انجنوا يا أخي. قطط ضعيفة. المشكلة يا جماعة الخير أحجام القطط، يعني في قطط صغيرة يا جماعة الخير، صغيرة، قطط صغيرة. وكان لما يصور فيديوهات هذه يضحك يا جماعة الخير، يضحك ومستمتع. يا جماعة الخير احنا كلنا نعرف هذه بداية المرضى النفسيين اللي هم القتل المتسلسلين. هذه بدايتهم يا جماعة الخير، بدايتهم في الحيوانات، بعدين يجي أفكار، يعني الشيطان يوسوس له يا جماعة الخير انه ليش ما اجرب هذا الشيء اللي اسويه في الحيوانات مع البشر. فالناس مرة عصبت يا جماعة الخير، الناس مرة انقهرت. هذا الشخص لازم يمسك. شوفوا يا جماعة الخير انا ماني متأكد من هذه المعلومة، لكن في القناة الإخبارية قالوا حوالي 600 قطة يا جماعة الخير. احي طبعا اسألني ايش يسوي في القطط هذه؟ يا يجيب شيحات مع القطط، او انه يجيب موية حارة ويكبها على القطط، او انه يجيب ولاعة ويحط النار على القطط يا جماعة الخير، او انه يجيب موية ويحط البسة الين ما تطلع روحها. يا جماعة الخير انا شفت بعض الفيديوهات اوكي يا جماعة الخير، للحين جتني تروما، اقسم بالله يا جماعة الخير ماني قادر استوعب
قسما بالله يا جماعة الخير كل ما اتذكر فيديوهات والله اني اتضايق واحس اني مرة قفلت معي. تمام يا جماعة الخير، فانا في خاطري كلام لكن ما ابغى اقوله، بحاول احترم نفسي قدر المستطاع. اول شيء عشان احنا في يوم جمعة، ثاني شيء انا ما ابغى تجيني ذنوب، والله قاعد يشوفني اكيد 100% الله قاعد يشوفني، فانا ما ابغى اسب واتلفظ عشان تجيني ذنوب على شخص ما يستاهل. تمام يا جماعة الخير، لكن البشارة اللي كلنا يعني الحمد لله مستانسين منها انه هذا الشاب تم القبض عليه يا جماعة الخير، والان هو مسجون. انا ما عرفت كم حكموا عليه، لو ان شاء الله يحكمون عليه اي حكم. لكن يا جماعة الخير هذا الشيء ما يذكركم بحاجة. تمام، في قضية تكلم عنها بدر العلوي من قرية العجائب، اللي هو قناته هي قرية العجائب، تكلم عن قصة يا جماعة الخير تقريبا بنفس التفاصيل لكن تختلف الدول. تمام يا جماعة الخير، اتوقع انه كان روسي او كندي. المهم يا جماعة الخير، كان في شخص كندي يصور فيديوهات وهو يعذب القطط. تمام يا جماعة الخير، فالناس مرة شعللت، وحرفيا في ناس فتحوا جروبات كاملة تحقيق كامل عن هذا الشخص. طبعا قبض عليه وتم توقع الحكم عليه يا بالمؤبد يا بالإعدام. تمام يا جماعة الخير، فما علينا. هذا الشخص تقريبا يعني سوى أشياء غلط مع خلينا نقول 10 بساس. تمام، هذه اللي احنا نعرفها، ممكن عدد أكثر احنا ما نعرفه. فلما الناس شافت هذه الفيديوهات مرة انقهرت. حلو، لكن بعد ما الناس عرفت انه هذا الشخص قاعد يسوي هذا الشيء بالحيوانات، كانوا يبلغون الشرطه يقولون انه هذا الشخص راح يصير يسوي هذا الشيء مع بشر، اقبضوا عليه اقبضوا عليه. الشرطه ما سمعت لهم. لكن في يوم من الايام يا جماعه الخير، هذا الشخص صور فيديو وهو يسوي نفس الشيء اللي يسويه مع القطط لكن مع انسان يا جماعه الخير. بالضبط، تحول من اللي هو حق القطط الين صار قاتل يا جماعة الخير. فهذا الشيء ما يذكركم زي ما قلت لكم بهذه القصة، وحتى في قصص كثير يا جماعة الخير. مثلا مثال طبعا لساني ليش لبست النظارة بس عشان اوريكم انه انا اشتريت نظارة جديدة وكذا. طبعا يا جماعة الخير لبست النظارة برضو غير انها جديدة وكذا عشان تشوفوا فيها عاكس، فعيني شوية تعبت فعشان كذا لبست النظارة. ادري انه شكلي مرة خايس لكن تحمل يا جماعة الخير، والله صراحة ما ابغى انعمي. وفي شيء ثاني برضو يا جماعة الخير، تعرفون القاتل اللي مشهور مرة يا جماعة الخير اللي هو جيفري دمر يا جماعة الخير، كلنا نعرفه يا جماعة الخير. جيفري دمر تدرون ايش بدايته؟ تمام، تدرون ايش بدايته؟ كان يسوي نفس الشيء هذا مع الحيوانات. طبعا هي القطط دائما ما ادري ليش منحرفين هذول يا جماعه الخير يحبون القطط صراحه، ما ادري ايش سوت لكم القطط يا اخي، حيوانات مسكينه ضعيفه. تمام، لكن هذا المتخلف جيفري دمر كان عنده ابداع شويه. تمام، يعني كان يسوي مع اكثر من حيوان. يا الله يعني يا جماعة الخير واضحة. اوكي، اللي يسألني ليش طلعت برا الموضوع، يا جماعة الخير هذه كلها بدايات هذول الاشخاص يا جماعة الخير. في كلام ابغى اقوله لكن والله زي ما قلت لكم انا ماسك نفسي، انا احاول امسك نفسي عشان ان شاء الله بعد الفيديو بسفل. ما تلاحظون في شيء يربط بينهم؟ اوكي، ما تلاحظون انه في ربط بينهم؟ انه الاردني هذا يا جماعة الخير بدايته كانت قطط لكن قبضوا عليه، يعني وقفوه في النص. هذا شيء يشكرون عليه صراحة. ذاك اللي قلت لكم اياه اللي في قرية العجائب، اللي سمعت قصته من قرية العجائب، بدايته كانت قطط يا جماعة الخير. جيفري دمر بدايته كانت قطط. تيد بوندي بدايته كانت قطط يا جماعة الخير. تلاحظون يا جماعة الخير انه كل هذه الاشياء بدايتها مع الحيوانات قبل ما يصير قاتل. تمام يا جماعة الخير، قبل ما يصير قاتل بشر يجرب اول شيء على الحيوانات يا جماعة الخير. فاذا انتم تعرفون اي شخص بيئتكم اللي حواليكم يعنف الحيوانات، يتلذذ لما يعذب الحيوانات، لا تترددون في تبليغ الشرطة او تبلغون المصحة العقلية يا جماعة الخير، لانه هذه 100% هذه اكبر علامة. اذا شفتم شخص يتلذذ في انه يسوي هذا الشيء مع الحيوانات يا جماعة الخير، انه زي ما قلت لكم يطلعوا روحهم، بلغ الشرطه، بلغ الاسعاف، بلغ الدفاع المدني. ما قلت لكم انا اشكر الاردن على الخطوه هذه انهم قبضوا عليه في النص. صح انه في 600 قطه خسرت حياتها لكن على الاقل ما في بشري واحد خسر حياته. على الاقل نحاول نفكر في الجانب الايجابي مع انه ما في اي جانب ايجابي. هذا اوكي يا جماعه الخير، صراحه يكرمون الحيوانات عن سب هذا الحقير اللي هو الاردني، وعن اي شخص يسوي هذا الشيء مع الحيوانات الضعيفه هذه. باذن الله باذن الله يوم القيامه تتحاسبون يا كلب انتم. طبعا يا جماعه الخير كل الكلام هذا اقصده على المختلين هذول يا جماعه الخير، عديمين المشاعر والاحساس وعديمين الرحمه، عيال الذين عيال الحطم. انه انا بديت افصل يا جماعه الخير، فلازم اتوقع اني انهي الفيديو قبل ما ابدا ازيد اتلفظ اكثر. فالى هنا وصل نهايه الفيديو. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم في التعليقات عن الشيء اللي صار، والله ياخذه يا رب، ومع السلامه.